السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه كويزين سعاد. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم الوصفه ديالنا غادي تكون عباره عن حلوه ديال العيد اللي هي الحلوه المعروفه الشعبيه، الحلوه ديال التمر. غادي تشوفوا معنا طريقه التحضير ديالها، بعض الاسرار بالنجاح ديالها وبعض الافكار كيفاش تجيكم حلوه ناجحه 100%. وقبل ما نبداو ما تنساوش اللي باقي ما اشترك في القناه يدخل يشترك ويفعل زر الانذار باش يوصلكم كل جديد والفيديوهات القادمه، وبقاو معنا باش تشوفوا طريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للمقادير عندنا هنا كيلو ديال التمر، كنضيفوا معاه غرفه ونص ديال الزبده ولا تقريبا جوج مغارف، جوج مغارف كبارين ديال الجنجله المحمص، غرفه كبيره ديال القرفه، شويه ديال القرنفل مطحون اختياري، الا ما كانش كيعجبكم ما تعملوش، ولكن صراحه الله كيعطي واحد المذاق مزيون في التمر. 3 مغارف ديال ماء الزهر، ماء الزهر، وغنخلطو هاد الزبده. الدور ديالها كترطب التمر، كتعاوطو ما كتخليش قاصح. كل ما عملتي له الزبده مزيان راه كيرطب. الا بغيتو تعملوا معاه كاوكاو مع الرمش اولا النوا ولا الكركاع كيبقى لكم اختيار. ها هو معجناه خلطناه، ها هو رطبنا على الطريقه هذه. دابا غادي نشكلوا كويرات، كنديرو نيتنا بالزيت شويه ماشي بزاف. كنشكلوا كويرات هيدا، نشكلوا كويرات. بقى لصقنا في يدنا نديرو يدنا بالزيت، الا ما كانش كيلصق ما حتاش ندهنوه. كويرات يكونوا معوطين وحنا عندنا مكوره هيدا لحقاش غنعملوها بالطابع، وانتما كيبقى لكم الاختيار. الا بغيتو تعملوها طويله، بغيتو تعملوها اي مرشه من الطريقه اللي كتعجبكم نتوما. انا اليوم قلت غادي نعمل العام اللي فات عملنا فيديو ديال طويله نقشناها، ودابا قلنا نبدلو ان شاء الله الطريقه نعملوها بالطابع، المهم مدوره بالطابع. ها حنا كورنا كامل الطريقه هذه، ودابا غادي نخليو على جنب وما نحضروا العجينه. وخصكم تغطيوها بشي ميكا، ما تخليوهاش شي عريان باش ما ينشفش بالهواء، ما يبش. كما غطيوها بشي ميكا هذا. واخا نكونوا كنخدموا به كنجبدوه ونخليو ميكا باش ما يبسناش بالهواء. دابا نخليو على جنب باش نحضروا العجينه. بالنسبه للعجينه عندنا هنا 500 غرام الزبده ديال اللده، وكاس السكر كلاصي، كاس العنبه، واحد الشاشيه ديال الزهر. يمكن لكم تعملوا فاني، يبقى لكم اختيار. والزبده تكون بحراره المطبخ باش كتسهل في الخدمه ودغيا كتندمج مع الطحين. ضيفوا الزيت، كاس الزيت العنبه، الطحين عندنا هنا كيلو. هيا كيلو الطحين عندنا، ودوز ساعات وشحال غتدخل هذا الطحين حسب الطحين. يكون نعرف كيفاش بعض الساعات كيشرب، بعض الساعات ما كيشربش. غربلنا الطحين.
ها هي بعد ما جمعناها الطحين داتنا كيلو د الطحين، كيلو نيشان. ها كيلو نيشان داتو. ها هي جات هي هذيك نيشان. ها بهاد القوام هذا. ها نيشان. دابا غادي نخليوها ترتاح شويش عباد ما نوجدو الطاوه والطابع باش نحضروها، وديك الساعه نخدمو ان شاء الله. الماء ارتحت شويش، قسمناها على هاد الكوار باش نبقى فيما نجي نطلق العجينه نطلق بوحده بوحده. وغطيت الميكا باش نخدم على الخطر ديالي باش ما يضربش في الهواء، باش نخدم على خاطر. دابا غنبداو نطلقوا العجينه. نرشوا الطحين شويش. ترققوش العجينه بزاف، خليها شويش غليطه شي حاجه. باش ما تشربش. نفكيو راه هيدا، شدوها هادي كنشدوها هيدا مزيان باش ما يخرجش يتسمر. ونكوروها هيدا، نكوروها نحطو شويه د الطحين هيدا هنايا نزلوها. وهاد على الطابع هذا كترشوا عليه شويه د الطحين هيدا وكتنفطوه. ايوا كتدخلو كتضغطوا عليها هيدا شويش. ها هاد الشكل هذا كيجي الطابع مزيون. ها كتشبروا هذه وحده عاود كتلو عليها العجينه هيدا. والعجينه ما تكونش غليظه بزاف، ما تكونش رقيقه باش التمر عاود ما يبانش. الا التمر الا بقى كيبان التمر ومع العافيه كتيبسو، خصو التمر ما يبانش عاود. ها ساهله، والطريقه سهله الصراحه. هاد الله في حالات الا تخسرتكم شي وحده هيدا ما يعني ما كتوقع ما الطابع ديالها ما خرجش مزيان ولا تعاوجاتكم معوجه، شبروها عملوا لها هيدا وعاودوا كوروها هيدا. عاودوا كوروها هيدا نزلوها وعملوا الطحين في الطابع وعاودوا طبعوها. ها ما كملناها خرجت لنا 102 حبه. ها حلوه التمر. بغيتي يبقى لكم الطابع ديالها مزيان وتنجح مزيان، هي بيتوها ليله عدلوها بيتوها غدا عاد تاخروها مفرن. من احسن كتنجح، كتجي غزاله ديك الطابع ديالها كيشبر كيجي ناصح وكتجي الحلوه مزيانه. من احسن بيتوها ليله في الصباح دخلوها مفرن. دابا خلوها هذيك شي 2 ساعات هذيك ودخلوها مفرن. ثم يمكن لكم الا كان عندكم الوقت من احسن ما مزولينش فيها، من احسن تعملوها في الليل تبيتوها ليله في الصباح تدخلوها مفرن. من احسن فرن سخنوه ودخلوه من دخلوها نقصوا العافيه وخلوها طيب. منين طيب تشوفوها حركوها مطعه، شوفوها تحمرت شويه كتحمر مقاع بقات كتزعزع مطعه هبطوها لتحت تحمر شي حاجه. المهم ما تحمروش بزاف، ما كتبغيش طياب بزاف. اذا خليتو الفرن خليتو الفرن بزاف العافيه بزاف عطيتوها طياب بزاف ديك التمر كيقصح من داخل بحال اللي كيبغي يقصح. خرجناها الفرن طابت وخرجناها الفران على هذا الشكل هذا. ها هي نتوما كتشوفوا. ها السكر نتفنيت. خصكم ديك السكر اللي يكون سبيسيال، هذاك اللي مزيان تفندو فيه كيشبر في الحلوى
ورطب ماشي بحال اخر كيكون حرش كيطيح من الحلوى. هذا اختاروا السكر اللي كيكون مزيان ديك سبيسيال. هو هاد الشكل النهائي. طيبناها وفندناها في السكر وخلينا الكميه هذه ما فندناهاش باش تشوفوا الطابع ديالها كيفاش كيجي والشكل ديالها. هانتوما كتجي غزاله الصراحه د الله. ونفتحوا معكم وحده وتشوفوها. ها هي الصراحه كتجي وكانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمناو تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتبارطاجوا الفيديو مع العائلات والاصدقاء ديالكم وتشجعونا بلي لايك والتعاليق الايجابيه كيف ما العاده. ونتلاقاو في وصفه جديده.